وبيرجع بيطلع الشاب يلي طلع بوشي هديك المرة واقف قدامي مباشرة. بلشت صرخ وعيط وأهل الضيعة كلهم اتجمعوا علي. اسمي هالة وعايشة بضيعة على حدود المدينة. ضيعتنا كانت مثل لوحة معلقة بين الجبال، البيوت متقاربة والحيطان حجرية، والخضار اللي فيها مستحيل تلاقي منه بمكان تاني، وساعة فيها بتسوى الدنيا وما فيها. كنت أنا أكبر أخواتي، وعندي أخت أصغر مني وأمي وأبي. أبي كان فاتح دكانة بأول الضيعة بيبيع أشياء بسيطة، سكر، ملح، رز، بسكويت للأطفال، وعايشين حياتنا. كنت أنا بالمدرسة وأختي كمان، وكنا كل يوم منروح ومنجي أنا وأختي على المدرسة، وبعد المدرسة منروح منودي الغدا لأبي على الدكانة. ومرت الأيام ونحن على نفس الروتين، لحد ما أجا يوم وكنا طلعانين أنا وأختي على المدرسة، وشفنا شاب كأنه غريب عن الضيعة واقف وعم بيطلع علي وعلى أختي، بس كانت نظراته علي غريبة وما بتريح. بس كملنا طريقنا وكأن شيئا لم يكن. الشاب واقف من بعيد وما حاول يأذينا، وضلينا فترة منيحة على نفس الموال. كل ما منروح على المدرسة منشوف هذا الشاب وبيضل بيطلع علي. ما حكينا لحدا لأني مثل ما قلت لكم هو بعيد وما عم يأذينا. بس بيوم بعد المدرسة كنا رايحين أنا وأختي على دكانة أبي، شفت هداك الشاب واقف بالطريق اللي منروح فيه على دكانة أبي، وكان عم بيطلع علينا بنفس النظرات يلي تعودنا عليها. وهون صرت شوف الشاب مرتين باليوم، مرة ونحن رايحين على المدرسة، ومرة ونحن رايحين نودي الغدا لأبي، والشاب من دون ولا كلمة بس عم بيشوفنا من بعيد. وصدفة مرة أختي كانت كتير تعبانة وما حسنت تروح معي لحتى نودي الغدا لأبي، واضطريت روح لوحدي. وأنا رايحة بشوف الشاب بدون سابق إنذار. أصدقائي، لو وصلتوا لهون فعن جد أنتوا أقوياء وترفع لكم القبعات. بتمنى من كل قلبي تدعموني بلايك وتعليق وتشتركوا بالقناة ليوصلكم كل جديد. بحبكم كتير، خلونا نكمل. واقف قدامي مباشرة، بلشت صرخ وعيط وأهل الضيعة كلهم اتجمعوا علي. وفجأة لقيت أبي صار جنبي وقال لي خير ليش عم بتعيطي كل هاد؟ قلت له كان في شاب واقف قدامي وكتير خفت منه، وكأنه غريب عن الضيعة لأني هي أول مرة بشوفه. وقال لي أبي وين الشاب؟ وين واقف؟ قلت له ليكو جنبكم ما يكون شايفينه. وبلش يطلع حواليه بس ما بيشوف غير المختار وشوية ناس من الضيعة نحن بنعرفه، يعني ما في حدا غريب. أبي بيساعدني حتى وقف وبده ياخدني على البيت. بيقرب المختار على أبي وبيقول له وصلها ورجع لعندي. بيقول له أبي حاضر، وفعلا أبي بيوصلني على البيت وبيروح لعند المختار. وأنا حكيت لأمي يلي صار، وأمي استغربت مين هذا الشاب، وطلبت مني إني روح نام وما خاف ورب العالمين حاميني. وفعلا حاولت هدي حالي من الخوف وحاولت أنام. ولما رجع أبي من عند المختار حكى لأمي شو خبره المختار. المختار طلب من أبي ياخدني لعند الشيخ، بجوز صاير معي شي وعم بيخليني أتوهم شغلات ما هي موجودة. وفعلا بعد صلاة المغرب أخدني أبي على الجامع وحكى لشيخ الضيعة كل شي صار، وطلب مننا الشيخ نستنى لبعد صلاة العشاء بيصلي وبرجعنا. وفعلا بعد الصلاة رجع وبلش يقرأ علي، وبعد بشوي طلب مني الشيخ استناهم برا، وفعلا هذا اللي ساويته. وشوي رجع أبي ورحنا على البيت، وبس وصلنا طلب مني إني روح نام وارتاح، وهذا فعلا اللي ساويته. كان يوم كتير طويل علي. ولما فقت الصبح سألت أمي شو صار، قالت لي ما فيني شي ومثل الفلة، ويلي صار معي بجوز يكون من ضغط. ومن هداك الوقت ما بقيت أروح على مكان لوحدي، يا أنا وأمي يا أنا وأختي. ومرق الوقت وكان كل شي تمام، بس مع الوقت أمي بلشت تتعب من الروحة والرجعة، فصرت أروح بس مع أختي. ومرقوا 3 شهور والشب حبة ملح ودابت، وأهلي هون حسوا بالأمان إنه خلص ما ضل شي بإذن الله. وفقنا الصبح مثل العادة ونحن رايحين على المدرسة، بيرجع بيطلع الشاب يلي طلع بوشي هديك المرة. بس هالمرة طلع وهو عم بيطلع علي بنظرات المكسور والحزين، مثل كأنه عم بيقلي
أنا ما بدي أذيكي، ليش هيك عملتي معي؟ سألت أختي شايفة شي حدا واقف هنيك؟ محل ما كان واقف الشاب، بس قالت لي لا ما في حدا، خير في شي؟ قلت لها لا ما في شي. ومن هداك الوقت فهمت إنه الشي اللي أنا عم بشوفه ما حدا عم بيشوفه غيري. كملنا طريقنا على المدرسة وقررت إني ما خبر حدا، فأكيد أنا لو خبرت أهلي أو خبرت أي حدا تاني رح يقول عني مجنونة، مثل ما المختار فكر إنه كان صايبني مس أو أي شي من هدول الشغلات. ومرت الأيام وإجا يوم كنا معزومين فيه عن بيت عمي، فطلبت من أمي وأختي وأبي إنه يروحوا، وأنا كان عندي كم شغلة قلت لهم بخلصهم وبلحقكم. وفعلا هذا اللي صار، أهلي سبقوني وأنا خلصت الشغلات اللي علي وقررت إني روح. أنا رايحة فجأة شوية شباب بيصيروا بيتغالظوا علي وبقلن إنهم يبعدوا عني، بس لا حياة لمن تنادي. وفجأة بيطلع من العدم الشاب اللي حكيت لكم عنه، بيطلع بيناتهم وبيخافوا منه وبيروحوا. ومن هداك الوقت صرنا أنا وياه رفقات. حاولت أسأل دور ما تركت شي حتى أعرف مين هو وليش أنا بالذات، بس ما قدرت أعرف ولا أي شي. وهلأ أنا عم بحكي لكم الحكاية وهو قاعد قدامي عم يضحك، وبدون ما يحكي أنا بفهم بشو عم بيفكر. عم بيقول ما حدا رح يصدقك يا مجنونة، اتزوجت وصار عندي أولاد وهو يلي محلي حياتي، ما بيأذيني بالعكس دائما بيحاول يساعدني. مرة تخانقنا أنا وزوجي خناقة كتير كبيرة وحاول زوجي يضربني، بس لما نام وفاق كان كتير خايف وما عرفت شو السبب، بس من وقتها زوجي ما بقى يمد ايده علي، وبالعكس صار يداريني ويدير باله علي أكتر. وخلص يبدو قدره يكون حارسي لآخر العمر. أصدقائي لو وصلتوا لهون فعن جد عن جد انتوا أقوياء وترفع لكم القبعات. بحبكم كتير، استنوني بحكاية جديدة وما تنسوا الاشتراك ليوصلكم كل شي جديد. سلام.